السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال ايه؟ قال ابني بيقول لي يا ماما هاتي 200 جنيه اجيب فطار لنفسي النهارده. قلت له 200 جنيه فطار لنفسك انت؟ لا يا حبيبي، ده ال 200 جنيه هنعمله فطار لينا كلنا، واللي انت عايزه كمان هنعمله في البيت. ينفع اكون الشيف عزة واروح اشتري اي حاجة من بره؟ لأ، إن شاء الله هاعمل له اللي هو عايزه في البيت. فطبعًا عارفينّي قبل أي مُعجّنات باحب أختبر الخميرة بتاعتي واشوفها نشطة أو مش نشطة. فأنا حطيت باكو الخميرة بتاعي على معلقة سكر صغيرة وحبة مَيّة دافية مش سخنة، عشان ما تفسدش الخميرة. المَيّة السخنة يا جماعة بتفسد الخميرة. وجبت كيس الدقيق بتاعي رُحت ماسكاه فاتحاه، وباحب أمنخل الدقيق بتاعي أدخّل فيه الهوا زي ما أنتم شايفين كده. أنتم طبعًا الناس اللي متابعيني عارفة عني إن أنا باحب أمنخل الدقيق. جبت كيلو الدقيق بتاعي وسِبت منه حبة عشان بالِم بيهم العجينة. ونزلت عليهم بمعلقتين لبن بودرة، معلقة سكر، رشة ملح، حبة زعتر. تاني كيلو دقيق عليه معلقتين لبن بودرة، معلقة سكر، حبة زعتر، رشة ملح. وهقلب المكونات بتاعتي دي وانزلي عليهم برشة خل. يا سلام بقى، الخل بيدي هشاشة للمعجنات فظيعة. هو واللبن البودرة. التيست بتاع العجينة بتاعتنا النهاردة الخل ولبن البودرة. طبعًا قبل ما أحط أي سوايل هانزل بالخميرة بتاعتي عشان خاطر السوايل ما تزيدش مني. وبرضه المَيّة بتاعتي دافية ولا عايزاها سخنة ولا باردة. عايزة أقول لكم أنا ما كنتش ناوية أعمل الفطار ده خالص النهارده. أنا بادئة في العجينة دي الساعة 13:30، والحمد لله على ضربة المدفع كنت خلّصت كل اللي هتشوفوه دلوقتي. هابتدي بقى أعجن العجينة بتاعتي، أحط حبة مَيّة، حبة مَيّة، وإيه وألمّها. طبعًا أنا هاحط لها حبة زيت دلوقتي، لإني أنا مش باحب يا جماعة ألِم العجينة بالزيت. في ناس كتير جدًا بتلِم عجينتها بالزيت، أنا باحب أسيب حبة دقيق في الآخر ألِم بيهم العجينة بتاعتي. طبعًا اللي بيخاف من العجين يا جماعة ما تخافيش، خُشي بقلب جامد. إن شاء الله تعجني نُص كيلو دقيق، مرّة على مرّة هتبقي ممتازة في كل حاجة. بُصّوا أنا خدت حبة زيت على إيدي مش كتير. عايزة أقول لكم العجينة دي كانت تحفة وكانت هشة ومش قادرة أقول لكم على جمال طعمها. هابتدي بقى أنزل بشوية الدقيق بتوعي بقى وألِم العجينة بتاعتي، لحد ما تبقى في إيدي مش ملزقة. بُصّوا هي عايزة رشة دقيق تاني وخلاص على كده. طبعًا أنا ما باحبش أعجن على الرخامة، باحب آخد البلاستيكة في الأرض وأعجن بصراحة. هاخد بقى العجينة في الأرض أعملها وأرجع لكم. بُصّوا، عجنتها بُصّوا جميلة إزاي. هاخد بقى رشة زيت من فوق ورشة زيت من تحت، واسيبها بقى تخمر بقى لحد ما أحضّر وأروّق. والله أنا سِبتها تخمر وقُمت ذاكرت لابني، بعد كده جيت حضّرت إيه، بدأت فيهم من الساعة 16:30 بصراحة. هنا بقى أنا جِبت إيه، كام شريحة بانيه كده حوالي 3 بالضبط، والله العظيم 3 شرايح بانيه، قطّعتهم شاورما. نزلت عليهم بقى بملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وجنزبيل وحبة زعتر صغنّنين. تمام، يعني أول حاجة حطيت إيه، ملح، فلفل، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، زعتر، وحبة خل وحبة زيت ومعلقة مستردة. والمفروض أحط زبادي بس للأسف ما كانش عندي زبادي، رُحت حاطة حبة لبن. المفروض دي تتبيلة الشاورما يا جماعة. أمّا باجي أعمل الشاورما باتبّلها قبلها من بالليل، باحط حبة زيت زيتون وليمون وزبداية مش قادرة أقول لكم بيخلّي الطعم هايل. هاقول لكم تاني الطريقة. مقطّعة البانيه بتاعي شاورما، حطيت عليه توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل أسمر، جنزبيل، زعتر، زيت، خل، ليمون وزبادي ومستردة، وباقلّبهم وباركنهم إيه، يتبّلوا. طبعًا أنا عشان خاطر ما كنتش عاملة حسابي إن أنا هاعمل الأكل ده، قُلت إيه، مش مشكلة هتاخد وقتها. هنا جيت بقى هاقطّع الكِوَر بتاعتي دي ل6. الكيلو دقيق يا جماعة عمل لي 6 حلوين جدًا. طبعًا اللي فاضلة دي بقى هاضبّط بيها إيه، الكِوَرات بحيث إن هُم كلّهم يبقوا مقاس واحد. هاسيب بقى العجينة بتاعتي ترتاح لحد ما أجهّز بقية حاجتي. أنا قُلت أبدأ بالعجين وتتبيلة الشاورما وبعد كده إيه هاشتغل. هنا بقى أنا جِبت الطاسة بتاعتي بُصّوا سخنة، ما فيهاش أي حاجة ولا زيت ولا سمنة ولا أي حاجة. انزلي بقى. كان ده بعد ساعتين أو ساعتين وشوية، كان الساعة 16:30 هنا.
حطيت بقى الشاورما كده على النار، هتنزل ميتها وهتشرب كل اللي فيه ده وتتشوى تبقى تحفة وطعمها رهيب. هنا بقى هنعمل مع بعضينا الكاتشب يا جماعة. طبعا عارفيني بحب اعمل الكاتشب في البيت، ما بشتروش من بره. قبل كده بنتي قالت لي يا ماما نشتري كاتشب من بره، الكيس ب 3 جنيه ما فيهوش اي حاجه. انا هنا جبت المعلقتين الصلصه، عليهم معلقه نشا، وبرده ملح وفلفل اسمر وتوم باودر بصل باودر جنزبيل زعتر خل معلقه سكر، وبتحطي الميه بتاعتك وبتقلبي. تاني معلقتين صلصه معلقه نشا توم باودر بصل باودر ملح فلفل جنزبيل زعتر معلقة سكر، وبتحطي المَيّة وبتقلّبي كل ده على البارد وتروحي على النار تحطيه. أول ما يبتدي يبقبق معاكِ هو كده خلاص استوى، ما بيغليش. بُصّوا تقليبتين وباوطّي عليه النار وإيدي على النار كده إيه فيه، هتلاقيه بقبق من الجناب كده خلاص إيه، بُصّوا شايفين؟ هو كده مِيَّة، مِيَّة واستوى. باطفّي عليه النار وباسيبه إيه، يبرد لحد ما أجهّز بقية حاجتي. هنا بقى كنت قطّعت الفلفل وطلعت حاجتي من الفريزر، هابتدي بقى أشتغل. هنا أنا دهنت الصينية زيت عشان تسهّل معاكِ إن العجينة تتفرد معاكِ بسهولة. بُصّوا طالما العجينة مرتاحة هتتفرد معاكم في منتهى السهولة، بجد جامدة جدًا. هنا بقى أنا حطيت عليها دهنتها كاتشب، ومعايا هنا بسطرمة، ومعايا جبنة موتزاريلا، ومعايا تركي مبشور، والزيتون طبعًا والفلفل والكاتشب، وفلفل ألوان للشاورما، بُصّوا للشاورما. هانزل أحط موتزاريلا كده على البيتزاية. بتحطي الحشوات اللي أنتِ عايزاها، أي حشوة أنتِ حاباها. بُصّي عايزة صدق، عايزة بسطرمة، شاورما، عصاج، جبنات بس اللي هي مارجريتا، أي حاجة أنتِ عايزاها تعمليها. دي أنا أول واحدة دي أنا هاعملها اللي هي المارجريتا اللي هي جبنات بس. تركي مبشور وجبنة موتزاريلا وزيتون وفلفل، وهاقطّع طماطم برضه أحطها أكسر اللون، إحنا مش بنحبه بالطماطم، بس هاحط إيه، هاقطع طماطماية كده أكسر اللون، تمام. دخّلتها الفرن، هاعمل تاني واحدة، برضه هادهن الصينية زيت عشان تسهّل معايا فرد البيتزاية. بُصّوا العجينة عشان مرتاحة بتتفرد معايا بمنتهى السهولة. عايزة أقول لكم العجينة ديّة مش قادرة أقول لكم كانت هشة ونافشة، مش قادرة أقول لكم الواحدة كتيرة أوي على الفرد، كانت كانت كتيرة بمعنى أصح. أنا ما قدرتش أكمّل الواحدة، أنا ككبيرة ما قدرتش آكل واحدة كاملة. هنا بقى هادهنها بالكاتشب بتاعي، طبعًا إحنا حاطين على الكاتشب زعتر وعلى العجينة زعتر تحفة. هاعمل بقى تاني واحدة كده دي بالبسطرمة، أنا بصراحة باحب بالبسطرمة. كل واحد فينا من ولادي كان ليه طلب، بنتي قالت لي أنا عايزاها يا ماما جبنات مارجريتا، وابني قال لي عايزة شاورما، وأنا إيه مش فارق معايا أي حاجة، فقُلت أعملها بسطرمة إيه نشكِّل أحسسهم اللي هُم في المطعم، اللي هُم طلباتهم مجابة واللي هُم عايزينه اتجاب. هانزل بقى كده بالموتزاريلا، وأحط إيه حبة جبنة تركي مبشورة، بتدّي ريحة حلوة جدًا يا جماعة. هاحط بقى زيتون وفلفل، ولو الفلفل حامي يا سلام بتبقى تحفة. عايزة أقول لكم كان طعمها جميل جدًا. طماطمتين كده نكسر اللون، أنا حاطاهم عشان أكسر اللون، لكن إحنا مش بنحب نحط طماطم بصراحة، بس هي حلوة يعني الكام طماطمية اللي أنا حطيتهم البساط دُولة ما أثّروش فيها. شايفين شكلها؟ ولمّا تطلع قوامها جميل جدًا. هنا بقى أنا الفلفل بتاعي باقطّعه عشان هاخد منه للشاورما، مش هاحطهم كلّهم طبعًا، أنا باقطّعهم كلّهم، هاخد جزء للشاورما والباقي هاشيله. عايزة أقول لكم اللي أنا عندي فلفل ألوان، بس للأسف مش فاكرة حاطاه فين في الفريزر، فما كانش معايا وقت إن أنا أدوّر، فقُلت لأ أنا هاشتغل إيه، هاجيب وبعت بنتي جابته واشتغلت على طول فيه. الفلفل الألوان مع الشاورما بصراحة جميل جدًا. هاقطّع بقى قرنين الفلفل، هاخد اللي هاخده واشيل الباقي في الفريزر ما بيخسّرش يعني. أنا باحب كل حاجة بصراحة تبقى موجودة عندي في البيت، بس كان الوقت ضيّق وأنا ما كنتش مرتّبة اللي أنا هاعمل الأكلة دي النهارده، ف فقُلت مش مشكلة.
عايزة أقول لكم إن أنا مثلًا إيه، عشان أعمل الأكلة ديّة طبعًا هي ساعات بتبقى مكلفة، يعني هي هتكلفني ال200 جنيه وكده. فأنا إيه، كنت جايبة الجبنة الموتزاريلا وراكناها، الجبنة التركي وراكناها، كل حاجة كانت موجودة إيه وراكناها، فأصبح أنا كل حاجة كانت موجودة عندي في البيت فطلّعت وعملت، كان الموضوع سهل بالنسبة لي، غير لمّا هتجيبي وقتيًا، كل حاجة وقتيًا هتلاقيها بالنسبة لِك مكلفة. بُصّي أنا حطيت الشاورما أمّا اتشوِّت، رُحت حاطة عليها الفلفل الألوان، ووريتكم إيه البيتزا اللي طلعت من الفرن اللي هي المارجريتا البسطرمة. دي تاني واحدة، تالت واحدة هاعملها اللي هي بالشاورما. عايزة أقول لكم الشاورما كانت تحفة، وكان طعمها جميل جدًا، هي دي طريقة الشاورما اللي أنا باعملها يا جماعة بجد هايلة. هانزل برضه بالكاتشب بتاعي ال3 قطع البانيه دُولة أنا هاعمل بيهم شاورمتين، مع الجبنات والفلفل والزيتون وكده، بجد جامدة. والجبنة الموتزاريلا دي جميلة جدًا، أنا باجيبها من هانوفيل، من محل سوري بس جميلة، كطعم وكمَطّة بصراحة. وحبة جبنة تركي مبشور، وانزلي بقى بالفلفل بتاعِك، وزي ما قُلت لِك أي حشوات صدق، سلامي، أي حاجة، آآ بيفي، لانشون، بُصّي المكونات اللي أنتِ عايزاها، مش شرط اللي أنتِ تكلّفي البيتزاية بتاعتِك، أهم حاجة تبقى عجينتِك ناجحة والموجود بتحطّيه. والله العظيم أنا بنتي قالت لي: "يا ماما إحنا عايزينها بالجبنات بس، عشان خاطر ما تكلّفنيش وكده." بس أنا قُلت لها: "الحمد لله يا مَلَك، أنا عندي حاجات في الفريزر جايباها." كنت كل فترة باحب أجيب حاجات وأركنها. عايزة أقول لكم أنا بقى لي كتير ما عملت لهمش بيتزا، بسبب الأسعار والغلا والحاجات بقت، الدنيا بقت صعبة. بس أنا قُلت بما إني اللي أنا جايبة الحاجة وحاطاها في البيت، لأ هاعمل لهم اللي هُم نِفْسهم فيه. برضه دي التانية برضه باعملها شاورما، حطيت الجبنات وعليها الشاورما، وأحط عليها فلفل بقى أخضر وزيتون وطماطم، وأدخّلها الفرن. عايزة أقول لكم أنا بنفطر وكانت آخر بيتزاية في الفرن، يعني الحمد لله الوقت إيه، أنجزت يعني، مع إني كان ورايا حاجات كتيرة، قعدت ذاكرت لابني وغسلت مواعين وكل حاجة، بس أنا عشان عجنت وركنتها لحد الساعة 16:30، قُمت 16:30 بقيت أحضّر وأعمل، أنجزت بمعنى أصح. أنا كنت فاكرة اللي إحنا مش هنلحق نفطر يعني. هنا بقى قُلت بقى أقلي البطاطس، وكان فاضل واحدة هاعملها، قُلت أقلي البطاطس لحد ما تطلع اللي في الفرن، ودول اللي أنا عاملاهم على البوتاجاز أهُم. مش قادرة أقول لكم السُمك بتاعها والطعم بتاعها، مش قادرة أقول لكم، مُشبعة، مُشبعة والله العظيم 3، وأحسن من بتاعة المحلات كمان. هاعمل بقى آخر واحدة عشان خاطر إيه، أنضّف الرخامة، لإن أنا باصوّر عليها برضه، هاحضّر الأكل وهاصوّره عليها، فكان لازم اللي أنا برضه أعمل آخر واحدة وأركنها جنبي. الأخيرة بقى دي قُلت هاعملها بسطرمة، عشان أنا باحب بسطرمة بصراحة. ما تنسونيش بقى يا جماعة بقى بcomment حلو ودعوة حلوة منكم، ربنا يرضيكم. ولو بتشوفوني من الفيس تعملوا لي متابعة، ولو بتشوفوني من اليوتيوب تعملوا لي اشتراك في القناة. طبعًا أنتم عارفين اللايك بتاعكم والcomment اللي هتحطوه طبعًا هيرفع من شأن القناة وشأن صفحة الفيس طبعًا. طبعًا وأنا عارفة إن أنا مش هاكبر ومش هاعلى غير بيكم، فيا ريت إيه تدّوني دافع كده وحافز اللي أنا إيه، أشتغل. هنا بقى أنا كنت عاملة سلطة coleslaw، فما رضيتش أطوّل الفيديو وأحط لكم الطريقة في الفيديو، فمنزّلة الطريقة لوحدها. بصراحة حلوة جدًا سلطة الcoleslaw، زوّدي لها مايونيز وزبادي بتبقى حلوة، ولازم تعمليها قبلها بيوم، ما ينفعش الcoleslaw تاكليها في نفس اليوم. طبعًا أنا باحب أعملها بالكرنب الأبيض بس للأسف ما لقيتش. بُصّوا، أنا غرفت الأكل بتاعي وأدي شكل البيتزا، بُصّوا دي المارجريتا وأدي الشاورما وأدي البسطرمة والcoleslaw والكاتشب والبطاطس. بالله عليكم مش أحسن من أكل المطاعم؟ كان هيروح يجيب الواحدة من برّه بكام؟ مكلفة جدًا وما كانتش هتكفّينا. بصراحة الأكل كان تحفة وعجب ولادي جدًا وفرحوا بيه أوي. طبعًا بقى لو وصلتِ لحد هنا ما تبخليش عليَّ بالcomment الحلو والدعوة الحلوة واللايك والاشتراك للقناة، وتعملي مشاركة للفيديو عشان كل حبايبِك وصحابِك يشوفوه ويستفادوا وأنا أستفاد، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلِك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.